بس هناخد حضراتكم ناحية بعيدة شوية. برضو حاجة حضراتكم تابعتوها في الفترة اللي فاتت وخاصة في الأسبوع اللي فات، عدد من المتنبئين بالمستقبل يعني طلعوا على عدد من سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو عدد من القنوات الفضائية أو حتى في الجرايد، وكان لهم آراء بخصوص المستقبل. هل حضراتكم مع الجزئية دي ولا لا؟ في ناس بتؤمن بالجزئية دي وفي ناس لا تؤمن بيها وشايفاها ان هي شعوذة، وفي ناس تانية مش عارفة تكون رأي لغاية دلوقتي. احنا هنناقش الجزئية دي طبعا، مش هنتنبأ في حلقتنا هنا، مش هنتنبأ، ولكن هنناقش ده هل هو علم بالفعل، ونظرة الدين ليه ازاي من خلال عالم جليل هينضم لنا من الازهر الشريف، وايضا استاذ في الاعلام او استاذ دكتور في الاعلام، نظرته ايضا لهذا الامر التنبؤ بالمستقبل. بعد الفاصل ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية معانا في مصر في أسبوع. الأيام اللي فاتت بالتأكيد حضراتكم تابعتم عدد من البرامج التلفزيونية والحوارات الصحفية استضافت عدد من المتنبئين أو المتوقعين باللي بيحصل في المستقبل. تنبؤاتهم هتحصل أو لا. في عدد من حضراتكم يعني بيؤمنوا بالجزئية دي وبيتابعوا الأبراج في الصحف، وفي عدد آخر بيشوف إن دي شعوذة، وفي عدد ثالث مش قادر يعني يشوف الجزئية دي هل هو مع ولا ضد. احنا في فقرتنا دي وفي برنامجنا مش هنتنبئ ولا هنتوقع بالمستقبل، ومتفقين مع كده مع يعني ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا في الاستوديو، ولكن هنناقش الجزئية دي. هل ده علم زي ما كان موجود عند المجوس او الفراعنة في السابق، ولا ده تنجيم وشعوذة وضربة حظ زي ما بيقال، ولا ايه القصه بالظبط؟ انا برحب بضيوف اللي بينضموا لي في الاستوديو. بدايه الاستاذ الدكتور احمد كريمه، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بيك، مشرفنا. اهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. اهلا وسهلا. الدكتور صفوت العالم، الاستاذ بكليه الاعلام جامعه القاهره. اهلا وسهلا بيك يا فندم، مشرفنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والاستاذ احمد شاهين، عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين المحترفين والجمعيه الكونيه للتنجيم. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. هنتفق في البدايه دي يعني مع ضيوفنا الكرام، دي مش مناظره، احنا كل الحكايه احنا عايزين نفهم ايه هو العلم ده، هل هو علم ولا شعوذه زي ما البعض ما بيقول. الدكتور احمد كريمه في البدايه، راي الدين في الجزئيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من اقتبس علما من نجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، ومن اقتبس شيئا من ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصالحين والمصلحين الذين كانوا يأخذون بالأسباب وكانوا يعلون قول الوهاب، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. فيما تفضلت بطرحه، هذا في التشريع الإسلامي اسمه جريمة التنجيم وادعاء علم الغيب. في عدة مصطلحات أكاديمية موجودة في التراث الفقهي الإسلامي. في عندنا اصطلاح التنجيم، لأن ليه علاقة بمصطلحات أخرى، لأن قد ممكن إنسان يزايد يقول لك لا أنا ما بعملش تنجيم. نشوف ماذا قال العلماء. قالوا التنجيم أمر يعرف به الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على الحوادث السفلية في الأرض حسب ادعاءات ومزاعم المنجمين. قريب منه مصطلح الكهانة، قالوا تعاطي الخبر على الكائنات في المستقبل وادعاء معرفة الأسرار، هذا يسمى كهانة. في عندنا العرافة، ادعاء معرفة الأمور بمقدمات
يستدل على مواقعها بنتائج معينة وكلها طبعا حرام. ده العراف. وعندنا مصطلح الشعبذة، طبعا ده الأفصح في القواعد اللغة العربية. بتاعته الشعوذة. لا، الشعوذة خطأ في الجرامر أو القواعد. الدارجة. هي خفة في اليد كالسحر، والسحر نفسه أمر يستدل به حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة خارجة عن الناموس. آخر حاجة الرمل، وهي معرفة أشكال من الخطوط والنقط بقواعد معلومة تخرج حروف تجمع، ويستدل بها من يدعي علم الغيب على هذا. طبعا مصطلح التنجيم، الكهانة، العرافة، الشعبذة، السحر، الرمل، كلها محرمة مجرمة. من استحلها مرتد عن الإسلام تجرى عليه أحكام المرتدين. مرتد عن الإسلام. افتح أي كتاب فقه يعجبك، أنا مش من عندي، أنا مجرد ناقل كأستاذ أكاديمي. حضرتك، لأن احنا عندنا فرق بين المستحيل وما بين الغير مستحيل. طبعا لو أن إنسان يتعاطى هذه الأمور سواء أخذ عليها أجرة أم لم يأخذ عليها أجرة، هو مرتد. ليه؟ لأنه عارض القرآن الكريم وعارض النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم علم الغيب لله عز وجل، ولذلك عندك آخر آية مثلا في سورة لقمان، الخمس مغيبات: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. طبعا مش المطر، الغيث اللي هو بيغير حركة الحياة، ويعلم ما في الأرحام الذكر وأنثى، يعني التفصيلات للإنسان حتى دخول الجنة أو النار على حسب قدر الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ادعى عكس هذا بنقض الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقررها صراحة: من ذهب إلى كاهن أو عراف، طبعا وما جرى مجراهم، اللي هو بختك اليوم وحظك اليوم والطالع وما الطالع والسنة ده يحصل فيها كذا وكذا، كله كذب ودجل وشعبذة وتغييب للعقل ومناهضة ومناقضة للشرع، لأن ربنا جعل الأسباب، جعل لكل شيء سبب فأتبع سببا، والأمم الناهضة بترفض هذا. وأنا بس اسمح لي أصحح معلومة من باب الغيرة على المواطنة المصرية. الفراعنة لم يبتدعوا هذه العلوم إطلاقا. الفراعنة كانوا ناس على علم بالفيزياء الفضاء وفيزياء الكون، كانوا على علم بالهندسة الفراغية، كانوا على علم بالعلوم الفلك اللي هي بتخدم العلم، مش ادعاء لم يثبت لا على لوحات جدران الفراعنة ان الفرعون كان عنده ناس. ولذلك بدليل ان سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام لما تصورت بطانة فرعون ان هم سحرة، ما قالوش بقى نرجع لمش عارف ايه وهيتقتل ويتذبح والكلام، ابدا. الفكر يجابه بفكر. ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. خلينا نروح لدكتور صفوة. دكتور صفوة، رايك، وانت تابعت بالتاكيد اللي حصل في التلفزيونات الفتره اللي فاتت، حتى في بعض البرامج يعني اوقفت بسبب جزئيه زي دي، وطبعا حصل في بعض الصحف بتنشر، وفي الابراج موجوده في الصحف يوميا وفي كتير بيتابعوها. انت رايك ايه اعلاميا؟ عايز افرق بس بين نقل الخبرات المرتبطه بحالات، اما حالات مرضيه او تحضير ارواح او الى اخره في برامج تلفزيونيه، وبين ان احنا نبعث بعض الامل او التفاؤل من خلال الابراج في كجمل سيارة قد يتفائل بها البعض. لابد ان احنا نفرق، لا نجمل الاوضاع حتى لا نقع في تغييب الاداء الاعلامي. يعني دي مش زي دي؟ تفرق في الدرجة. تفرق في الدرجة بشكل او باخر. ازاي؟ ان انا اخد انا برج النهارده كذا، وانا عارف ان في 20 مليون مواطن يشترك معي في هذه البرج، انه ممكن يقول لي حدث سعيد، يعني قد يدعوني الى بداية التفاؤل. لكن الاعلام الذي يستهدف عمومية التقديم، الذي يستهدف الانتشار ونقل الخبرات ونقل القيم والمعاني والتنوير، لا يمكن ابدا
أن يهبط في الشهور الأخيرة إلى هذا الدرك. هذا درك يجسد حالة من الجهل، حالة من تغييب العقل، حالة من عدم احترام عقل المشاهد. هذا المشاهد الذي يفترض أنه يحترم، إذا كان مريضا يحترم الطب والدواء، وإذا كان جاهلا يحترم العلم فيتثقف ويتعلم. دورنا كإعلام ليس تغييبا للعقل، ليس تعميقا وتقديم لبعض النماذج السلبية، لكن يجب أن يسعى الإعلام إلى تقديم النماذج الجادة التي تجتهد، والتي الناس بتكتسب شهرتها من الإعلام. الناس بتكتسب أحيانا مكانتها للإعلام. اللي بيظهروا في الإعلام بيمثلوا قدوة للجمهور. لما أقدم من سنوات طويلة 50-60 سنة كنا بننزعج لما نسمع إن في شيخ في منطقة معينة يأتي بتحقيق بعض الأحلام الصغيرة للزواج، للإنجاب، للشفاء من الأمراض ولغيرها من الأمور. وكنا نصف من 50-60 سنة نصف هذا السلوك بأنه دجل وشعوذة. وكان عندنا مباحث الآداب تسعى للقبض على هؤلاء المدعين، لأن هم يستغلوا أحلام البسطاء في تقديم في تحقيق أحلامهم بابتزاز مالي وغيرها من الأمور. أما الآن وبعد هذا التطور الكبير والانتشار الإعلامي المتعدد، لا يمكن أبدا أن يسعى الإعلام بهدف مثلا جذب إعلانات، تعظيم مشاهدين، أهداف صغيرة، مع تنافس الفضائيات وازدياد اقتصاديات التشغيل للقنوات الفضائية، تبرز عديد من أشكال الإثارة، أشكال الدجل التي تحاول أن تجتذب قطاعات من المشاهدين بكل ما هو مثير وبكل ما هو غريب. لا يمكن أبدا ألا نحترم عقول المشاهدين، وأن نعظم من هذه الممارسات، وأن نستضيف بعض الشخصيات التي تمثل استضافتها تعميقا وتجديدا ومبالغة في حجم هؤلاء وازدياد شهرتهم، فتزداد الإقبال عليهم من جديد. يعني بدلا من أن يقاوم الإعلام بالدعوة للاستنارة، بالدعوة للعلم، بالدعوة للاستخدام الصحيح للطب والدواء والأمراض ومعالجة مشكلات المستقبل بسيناريوهات مدروسة واقعية علمية تلتزم بالدقة وتوظف خصائص العلم في كل مجالات المعرفة، خاصة والعلوم قد صارت ذات طبيعة بينية. أعتقد من العيب للإعلام مع هذه الممارسات أن يستضيف شخصيات تعمق من ثقافة الدجل والشعوذة بشكل أو بآخر في مجتمع مستوى الأمية مرتفع ودرجة كبيرة من الجهل وعدم التثقيف في كثير من بيئتنا الشعبية والقروية. فيترسخ لدى الكثيرين قناعات، لأن لما بيقولوا التلفزيون قال، هذه الممارسات تكتسب عمومية وتقديم وانتشار ودرجة من المصداقية. يجب علينا كإعلام أن نؤكد أن دورنا دور تنويري، دور قيمي، دور يجسد العلم ويحترم كل مجالات العلوم ويبتعد عن كل أشكال الخرافة والدجل والشعوذة. طيب، وصلت وجهة نظرك دكتور صفوت.